بالله العظيم فائدة. اسمعني. لما أنا أسألك سؤال، ستشتري بيتا؟ سؤال، أنا الآن لو واحد سنة تشتري بيت، يقول لك خلع على الله مثلا، أو يا أخي قل لا إله إلا الله مثلا، حد لاقي يوكل حتى يشتري بيت، هذه نسمعها واضح. قل إن شاء الله. تعلم أن تقول إن شاء الله حتى لو كنت لا تملك شيئا. هل تطمح أن تؤسس شركة؟ إن شاء الله. قل. كيف؟ لماذا؟ إذا لم ترتب عقلك معي الآن لن تخرج بنتيجة. اسمعني، ركز. كلمة إن شاء الله، الآن أنا سألت نعيمة ستشترين سيارة؟ قالت لا، كرهت الكلمة أنا. قول إن شاء الله، هي تأويل منام، الله عز وجل سيرزقها سيارة. كيف؟ بنو إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أتتخذونها هزوا؟ مباشرة. قال معاذ الله أن أكون من الجاهلين. لم يشأ بنو إسرائيل أن ينحروا بقرة. ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. متى هداهم الله؟ وإن إن شاء الله لمهتدون. لما قالوا هالكلمة قال تعالى فذبحوها. لما قالوا كلمة إن شاء الله وهم في صدرهم لا يريدون ذبحها. اتفقنا؟ المسألة الثانية، يأجوج ومأجوج لما أرادوا الخروج ضربة معول يخرجون، قالوا غدا نعود. يأتون الله عز وجل يرجع البنيان كما كان، ثم يأتون ضربة معول يخرجون، يرجع البنيان في اليوم التالي. فيأتي أحدهم يقول غدا نكمل إن شاء الله، وهم على الكفر. قالوا غدا نكمل إن شاء الله، يخرجون بكلمة واحدة إن شاء الله، وهم يأجوج ومأجوج. اتفقنا. ضع هذه على جنب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أصحاب الكهف قال غدا أنبئكم به، نسي أن يقول إن شاء الله، فغاب عنه الوحي أكثر من 40 يوما. فالله عز وجل قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. انتهى. سليمان عليه السلام قال سأطوفن ب100 امرأة ويرزقني الله سبحانه من كل امرأة غلام يجاهد في سبيل الله. قال له الوزير قل إن شاء الله، فنسي، فلم يرزق إلا بنصف غلام. نبيان نسوا أن يقولوا إن شاء الله فلم يعطهم الله. يأجوج ومأجوج واليهود قالوا إن شاء الله فأعطاهم الله. لهذا قل إن شاء الله.